السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني كتير. معانا النهاردة التلبينة النبوية اللي وصانا بيها رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وما فيش حاجة بتكون سنة عن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إلا وكان ليها فوائد كتيرة وفوائد عظيمة. التلبينة النبوية دي حلوة جدا لمرضى الضغط، حلوة جدا للناس اللي عندهم اكتئاب، لمرضى القولون العصبي. ليها فوائد كتير جدا جدا. يلا نشوف عملناها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هتطلع معانا كده كريمي، حاجة كده طعم وخيال، وهتدفي جدا في الشتاء اللي احنا فيه ده. هنسمي كده بالله. معانا هنا كوباية لبن. كوباية اللبن ليها معلقتين من دقيق الشعير. ال- التلبينة دي بتتعمل من دقيق الشعير، بيكون الحبة كاملة وبيكون يا مطوبك مطحون. انت ممكن تجيبيه من العطار، بيتباع سايب الكيلو ب24، وممكن تجيبيه متعبي في أكياس جاهزة. أنا هنا حطيت كوباية لبن، كل كوباية ليها معلقتين كبار من التلبينة. هنولع بقى على نار هادية كده ونفضل نقلب فيه عشان تتسوى معانا كويس. ما تخليش النار عالية عليه، لازم تكون النار هادية علشان نتأكد ان الدقيق استوى كويس معانا. طبعا هنا انت لو عايزة تحلي بسكر هتحط السكر معاها وهي بتستوي. هتحليها بعسل ابيض زي ما انا هعمل معاكم كده في اخر الفيديو. يبقى مش هنحط دلوقتي المادة المحلاه دلوقتي. هنقلب فيها كده كويس جدا لحد ما تستوي معانا على نار هادية. اهم حاجة يا جماعة النار تكون هادية جدا لحد ما تطلع معانا كده تكون كريمي كده. مش عايزينها تقيلة كده زي المهلبية، لا احنا عايزينها كريمي كده. هي كده تقريبا خلاص خلصت معانا. خلاص كده خلصناها. هنصبها معانا بقى هنا كده في المج او في طبق زي ما انتوا عايزين. وهحط كده عليها على الوش معلقتين عسل ابيض. طبعا برضو حسب ما انت عايزة تزودي او تقللي. وهنحط بقى كمان على الوش شوية مكسرات المتاح عندك، سواء بقى يعني سوتيني او لوز او كاجو. انا كده كان عندي شوية مكسرات، سوتيني على زبيب على جوز هند، وزوقت بيه. وخلاص كده التلبينة بتاعتنا جهزت معانا. وتاكليها بألف هنا وشفا. حلوة جدا جدا في الشتاء، بتدفي. ممكن تاكليها كده الصبح بدل وجبة الفطار، هتسد معاكي جامد. وعلى فكرة بتخسس، مش بتخن خالص. انا كنت بسمع ان الناس بيقولوا عليها بتخن، لكن لا، هي ما بتخنش خالص. اقرا عليها واعملي عليها سيرش، هتلاقيها فعلا هي بتخسس، ما بتخنش خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم والوصفة تكون عجبتكم. سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ندوس لايك واشتراك للقناة، شرفني جدا جدا وجودكم معايا. والسلام عليكم ورحمة الله.